تخيل معايا إنك في مكان بعيد عن العالم، جزيرة في وسط المحيط مليانة بكائنات وأشجار مش موجودة في أي مكان تاني على كوكب الأرض. أهلا بيك في جزيرة سقطرى اليمنية، واحدة من أغرب وأجمل الجزر في العالم، وملقبة بجزيرة العجائب بسبب تنوعها البيولوجي. الجزيرة موجودة في المحيط الهندي وتابعة لدولة اليمن إدارياً، والمسافة بين الجزيرة وشبه الجزيرة العربية حوالي 350 كيلو. طب ليه الجزيرة دي فريدة من نوعها؟ عشان فيها نباتات مش موجودة في أي مكان تاني غير هناك. أكتر من 30% من نباتات سقطرى مش موجودة في أي مكان في العالم غير على جزيرة سقطرى، زي شجرة اسمها دم الأخوين، شكلها شبه الشمسية وبتفرز عصارة لونها أحمر شبه الدم. وفي شجرة اسمها شجرة الخيار السقطري، شكلها غريب جدا كأنها من عالم خيالي ومش موجودة غير على الجزيرة دي. ده غير إن فيها تنوع بيئي مذهل، فموجود هناك أكتر من 700 نوع من النباتات والحيوانات النادرة. فيها طيور وسلاحف وفراشات مش موجودة غير بس هناك. وطبعا مناظر الطبيعة الخلابة، جبال وكهوف وسواحل وكثبان رملية، وكمان مية لونها أزرق فيروزي. وبسبب انعزالها عن العالم آلاف السنين، الطبيعة فيها فضلت نقية زي ما ربنا خلقها. غير إن الثقافة هناك ثقافة فريدة من نوعها. سكان الجزيرة بيتكلموا لغة خاصة بيها اسمها اللغة السقطرية، وهي لغة قديمة مش شبه أي لغة تانية، وعندهم عادات وتقاليد خاصة بيهم هم بس. فمكان بالجمال ده طبعا يستحق الزيارة في يوم من الأيام، بس هي مش واجهة سياحية تقليدية لأن الطرق والبنية التحتية فيها محدودة، وكمان بتحتاج تصريح خاص عشان تروحها. فهي مكان مناسب للناس اللي بتحب الطبيعة والاسترخاء والجمال، حتى لو كانت الرحلة شاقة شوية، بس هتكون رحلة خيالية وما تتنسيش وبس.